اهلا بحضرتك، اتفضل. ايه مشكلتك؟ والله انا عندي مشكله، مش عارف يعني بصراحه. حبيت ان انا قبل ما اخد اي خطوه الجا لاهل الخبره يعني. انا دلوقتي مسافر بره مصر وبشتغل محاسب بره مصر، ويعني بفضل الله دخل كويس. ولكن عندي مشكله ان زوجتي بقى لها فتره حصل بينا مشاكل بسبب ان هي والدتي وخلافات بينهم يعني، وحضرتك عارف. واتفاجئت ان هي يعني غضبت عند اهلها وما اعرفش عنها اي حاجه. فنزلت وبحاول اصلح، بس تقريبا اخر قعده قعدتها مع اخوها قال ان هم يلجأوا للمحكمه. فانا مش عارف اعمل ايه. طيب، بص حضرتك، باختصار شديد، انت دلوقتي ما نقدرش نقول ان انت في المواجهه المباشره او يعني في مشاكل حقيقيه او لا. فانا انصحك قبل اي حاجه لازم تلجأ للحل الودي. يعني انا هديك 3 نصايح تعملها سواء وديه او قانونيه. اول حاجه الجأ للحل الودي، وتأكد اذا كانوا هم رافعين عليك قضايا ولا لا. حسيتوا ان هم هيسلكوا مسلك المحاكم والقضايا، يبقى على طول تعمل الاجراءات اللي انا هقول لك عليها دي. رقم واحد، لازم تكشف على نفسك كويس جدا. ورقم اتنين، روح حرر محضر بكل الحاجة اللي هي اتاخدت منك، واثبتها في محضر رسمي وقول ان الحاجة دي اتاخدت مني بالفعل. شكرا والله، طمنتني، الله يطمنك يعني. خلاص، انا زي ما قلت لي هحاول الجأ للحلول الودية، ولو ما كانش هبلغ حضرتك عشان امشي في الاجراءات، علشان ما يتمش يعني او ما تضرش.